السلام عليكم. شلونكم يا مواطنين؟ ان شاء الله كل شيء تمام. والله حبيت اسلم عليكم وانتم اللي كم واحد اللي عندي المعدودين على الاصابع، حياكم الله. بس حبيت ايش نحكي نتسلى. قاعد اشوف شو اسمه، هاي الاخبار اللي بالعراق نشوفها على اليوتيوب. الامة مقلوبة ومخبوصة والله على مود الخليج 25 مال كرة القدم. او شفت كل شوي واحد ينزل فيديو كاظم الساهر ناكر الجميل، كاظم الساهر دعوه وما اجى، وكاظم الساهر هيك. يعني احنا العراقيين يعني عندنا فلسفة انه اذا ردنا نصعد انسان نصعده للقمر، واذا ردنا ننزله الاسفل السافلين. يعني كاظم الساهر دائما بكل مكان يذكر العراق ويقول انا عراقي، يعني ما راد يجي يفتتح. وخلينا نكون واقعيين، العراق مو امان. يعني هسه انا مو جاي اروج اقول العراق، لا العراق مو امان. يعني هسه مثلا اجى هو جاي يغني واجت جهه من الجهات وقالت احنا تابعين لفلان حزب، ويجون ياخذونه. يعني مثلا الحمايه يقدرون يخلصونه، مثلا الشرطه والجيش هم ناس تخاف خطيه زين، فمن حقه ما يجي. يعني هسه اني مواطن عادي وطلعت من العراق من 2003 والى يومنا هذا انا ما رجعت للعراق. هاي صار تقريبا 20 سنه زين، لان انا مواطن عادي وما حد يعرفني وما عندي ذيك المشاكل. واخاف اروح يعني بصراحه. فواحد مثل كاظم الساهر مشهور وغني اكيد يخاف على نفسه، والرجال ما ناسي دائما يقول انا عراقي ويحكي بالعراق. اي فخطيه عفو بحاله ما راد يجي. يعني يجيك واحد يقول لك كاظم الساهر نسى فضل العراق عليه. اي بشرفك اي فضل؟ تسع نفرات ما اعرف 13 نفر كانوا ساكنين بغرفة واحدة زين، وهو مسكين بالفرقة العسكرية بس شوية شم نفسه هم عدي صدام حسين قام يجيبه غصبا على الحفلات ويخليه يوقع على الأحذية. يعني هو هذا فضل العراق عليه؟ رجال طلع وما نسى خلف الله عليه. يعني اما بالنسبة لماجد المهندس فيقولوا لك هذا الرجال ماجد المهندس، يعني انا مو دفاعا عنه، الرجال قال انا مو عراقي خلص تبرى من العراق، فما ان اي حق نحتب عليه. يعني صحيح هو استغل طيبة اخواننا السعوديين وقال لهم اني سعودي عتيبي وانطوه جنسية. هو مو عتيبي، هو عتابي شيعي قرايب عيسى القصاب المهم فانطوه الجنسية. فهذا قال انا مو عراقي خلاص ما لكم عتب، ما لكم اي عتب عليه. اي اما بلدنا تعبان. يعني انتم روحوا انتقدوا هاي انتقدوا الشخصيات اللي شوهت سمعة العراق والعراقيين، وخصوصا شوهت سمعة المرأة العراقية. يعني عندكم ما شاء الله بنين الموسوي، آية خليل ما اعرف شو اسمها، ايناس الخالدي وتيسير، يعني وعندك علي الشريفي، وواحد ثاني يطلع مرته وياها يقولها لا تشترين خيار، تقول له انت تغارم لي خيار. ما اعرف شنو معنى الفيديو. يروحوا ومنعوهم، طالبوا الحكومة تمنعهم مطلب جماهيري، ويقولوا احنا ما نريد هاي القنوات زين، لان خزتنا ودمرتنا، خزت سمعة الرجال العراقي والمرأة العراقية. بس تحكي ويا من كلبوا بالرجال كاظم الساهر. انا مو دفاعا عنه، انا مالي شغله، هو ما محتاجني، بس انه الموضوع زاد عن حده. هسه كل ما افتح اليوتيوب اريد اشوف له مسلسل، اريد اشوف له شيء، يطلع لي واحد. يعني حتى واحد هنا بامريكا يقول كاظم الساهر صوته اصلا مو حلو. لا هسه لا حتى نكره كاظم الساهر صوته حلو والحانه رهيبه. يعني ماكو اثنين يختلفون بهذا الموضوع. ف حبيت احكي ضيمي. يعني انا الكم مشترك اللي عندي 5 6 اللي ينعدون. فشنو رايكم؟ انه الرجال من حقه ما يجي، ما يريد يجي، البلد مو امان،
وخلصت الشغلة يعني، تركوب حاله. هسه قولوا لي شنو رأيكم بالجو؟ يعني الجو رهيب، الثلوج راحت كلها ذابت، شوية اكو من البحيرة جامد، بس بالنتيجة الثلج كله راح، لان مطرت يومين مطرت، هذا بواقي الثلج هنا شوية باقية. اي يعني هسه الجو شوية ما يساعد الناس ما تطلع تمشي، لان تعرفون هم بيها شوية برد يعني، بس انه قياسا بالايام الماضية كانت انجماد وثلج. بس ما شاء الله احنا هنا هاي ولاية إلينوي يعني مشهورة بالشتاء ثلوج، بس هاي السنة يعني صارت عندنا عاصفة بسيطة، بس بباقي الولايات يعني كم ولاية انه احنا دائما الثلج مالتنا اقوى منهم. يعني يمكن شفتوها على التلفزيون وبالاخبار، اتدمروا دمار، اتدمروا، الطرق انقطعت، السيارات تغطت، اكو كم واحد خطيه الله يرحمهم ماتوا يمكن 8 من البرد، اللي تجمد بالشارع واللي تجمد بسيارته. يعني وغير هاي خطيه الحيوانات، الغزلان كلها تجمدت، بس احنا الحمد لله زين. هاي الموجة مالت العواصف ما اجتنا، بس ما اعرف بعد مثل ما يقولون الخير لي قدام، لانه احنا هسه يلا راح نفوت بشهر الواحد باكر، يعني احنا عندنا 1 2 3 4 و5 كله شتاء اصلي. بس ان شاء الله رب العالمين ما تجينا عاصفة قوية. يعني حتى المي كان واصل لهنا قبل، شوف شلون نازل، ما اعرف ليش، يعني المفروض يعلى، لان كان بيه ثلج ومطرت، شو نازل، سبحان الله. شوف ما حدك، هاي بالصيف هنا، بالصيف تصير هنا الناس شقد. يعني ما اريد ادوخ راسكم ونطول الفيديو، بس حبيت اشوفكم الاجواء، وهذا الموضوع شغلني، كل ما افتح اليوتيوب يطلعون يحجون يتفلسفون، والنوب كثرانة عندنا المحللين السياسيين، كل شوي طالع لك واحد وامريكا انتهت وروسيا فاتت على اوكرانيا، وبس نسمع حكي كل شيء. هسه انا بامريكا كل شيء ماكو، الحمد لله عايشين وناكل ونشرب وامان، الحمد لله رب العالمين. بس ما اعرف هذولي، اي وابو علي الشيباني يقول امريكا انتهت، والله ما تعرف والله بلوى، كلهم حاطين عقلهم ويا امريكا، دسكتوا كل شغلاتكم اللي تستخدمونها بمجالات حياتكم من امريكا ومن الغرب. ليش بعد تحجون؟ ليش تصيرون ناكرين جميل؟ بدل ما ادور وياهم صداقات علاقات حتى الشعب يرتاح، لا ها امريكا عدونا. والله ما اعرف شنو السالفه، والله ما اعرف شنو السالفه، بس احنا نريد الشعب العراقي يعيش بسلام. والله اذا صار البلد امان والناس لقت وظائف، والله كل المغتربين يرجعون للعراق، لان بالنتيجه العراق حلو، العراق حلو، يعني احلى ايام حياتنا خلصناها بالعراق. بس شو تسوي للظروف التعبانه؟ يلا تحياتي للجميع، وانا احيي كم واحد اللي راح يحطون لي لايك، واحييهم اللي راح يعلقون. يلا سلام.